المهم يا الاخوان، تبعوا معايا مزيان باش تعرفوا علاش الجزائر قارة، علاش خلوها تكون قارة، وانا غنعطيك الدليل. المهم ديك الساعة كان العالم كبير، كما كتعرفوا العالم كبير، ما كانت ديك الساعة لا سميات لا والو، العالم كبير قداش. هذاك العالم ديك الساعة اتفقوا قالوا سيدي هاد البلاصة هادي غادي نخلوها كبيرة. علاش كالقارة؟ قالوا لي علاش غادي نخلو ديك البلاصة بالضبط قارة؟ قال غادي نخلوها قارة باش العالم ديالنا اي واحد مختل عقليا ولا شي واحد مسكين مسطي ياك غادي ندوه لهنا نخلوه تما. اي واحد عنده شي مسطي شي كدا ديما ندوه من هنا ونسدو عليهم. المهم قالوا الله يسخر نخلو الحمق يكونوا في هاد البلاصه وصافي. بدا العالم كيتمشى، العالم كيتمشى تكملوا المجانين، كملوهم هنا مستشفى العقليه، كملوهم وما يتفقوا على واحد السميه يسموها لديك البلاصه. السميه اللي طاحت عليهم يعني بكثرة الزوار اللي كيزوروا ديك البلاصه، كل واحد تيجي بالحماق ديالو، كل واحد تيلحن الحماق وكذا، يعني كثرة الزوار جاء زائرا وما يسموها الجزائر. وهي تسمى ديك البلاصه تسمات الجزائر. داكشي دابا الجزائريين كيقولوها قاره، لانه قاره هي اللي بامكانها انها تحول لنا الحمق ديال العالم. دوله ما غتقدكش قاريه، الجزائر قاره، الشاش تقول حمق غتقدهم هاد القاره. وداكشي سبحان الله العظيم علاش مره كتلقاهم كيخرجوا كيقولوا لك كيبنوا حج مساكن، كيقول لك الكعبه ديالنا، مره يقول لك جبل تبقى ديالهم، مره يقول لك القدس ديالنا، مره يقول لك الزريج ديالنا، القفطان ديالنا. يعني العالم كامل راه ماليه والو، كلشي ديالهم. شي حاجه ديال العالم ما خلاوهاش، فهمتي؟ مساكن مرض حتى المسؤولين ديالهم حتى هما مرض. كاين اللي كيقول لك غادي نحيد عليك البترول ولا الغاز، قال لك تيشدوا عليه الصف. مساكن مرض كيقول غادي فهمتي كيفاش نقطع عليك اصاحبي الضو، هو الضو كاع ما عنده. يعني الناس مساكن مرض عقلانيا ونفسانيا. الله يجيب لهم الشفاء يا رب. ما تشفاوش على اخوان، ما تضحكوش، طلبوا لهم الشفاء يا ربي، تشافيهم في هذا النهار يا رب. المهم راه مؤخرا داروا لهم شي كرياج بيننا وبينهم، بعدا كاين واحد الكرياج، بعدا داروا واحد الكرياج حتى يهربوا، وباش ما يبقاوش يهربوا لهم داروا لهم مساكن واحد الكرياج ودوروا ليهم مساكن الكرياج حتى يهربوا لهم مساكن وتيتخلطوا مع الناس اللي بعقلهم كيسببوا لهم المشاكل. يعني ديك النهار هربوا للمغرب وبالوا محشومه، مشاو ديك النهار ما عرفت فين مشاو، دخلوا للتيران كياكلوا الغازون كيطيحوا. يعني مساكن دابا واحدين اش كيديروا لهم دابا الكرياج، راه غاديين بعدا كيديروا الكرياج باش بعدا ما يخرجوش مساكن حتى هم تما. صافي واكلن شاربن ضحكن لعبن، يا ربي تعفو عليهم يا رب. ايوا هذه هي القصه ديال الجزائر، وقصتي مشات من واد لواد، وكنتمنى انها تبارطاجا من واد لواد باش يعرفوا الناس الجزائر كيفاش تتسمات قاره وهذا مكان. وتحياتي. عطي لا ضحكتي غادي نبلوكيك ديريكت. انا قلت لك طلب ليهم الله الشفاء، قول يا ربي الشفاء في الكومنت، ما تضحكش والله. شوف غنبلوكيك.